ده اليوم ال 22 متابعة أعمال شقة في كومباوند تلا في أكتوبر. ده رابع موقع النهارده هنروحه في اليوم، وزي ما قلت هنقسم اليوم على 4 فيديوهات، فارجع أشوف الفيديوهات اللي فاتت لو لسه ما شفتهاش. بسم الله، يلا بينا نخش الشقة ونشوف إيه اللي اتعمل فيها. دي غرفة الغسيل، البؤج واضحة جدا عشان نمحر وندلق السيراميك بمادة. العزل طبعا خلصان والسباكة والكهرباء، وكمان اختبرنا والدنيا تمام. شايفين كمان الشبك الفايبر بنحطه فين؟ ده المطبخ، ولسه المعلم شغال بيظبط البؤج بتاعته وشايط خيط زي ما انتم شايفين كده. بنقيس طبعا وبنشيك على مقاسات البؤج برضه قبل ما نبتدي في مرحلة الملو. دي لوحة التيار الخفيف، وبره عند الباب كان موجود لوحه الكهرباء. ده الحمام التاني، القواعد كلها دفن، كمان في شاور. الحمام معزول والبؤج موجوده والسباكه خلصانه والدنيا تمام. دي غرفه النوم الماستر، الكهرباء بالكامل خلصانه تاسيس، سلك سويدي اصلي معتمد من جبريل. ده مكان التلفزيون، وده الحمام الماستر نفس الفكره، قواعد دفن، حمام معزول واختبرنا والدنيا تمام، وبنشيك برضو على مقاسات البؤج. وده الشاور اللي موجود فيه، تاسيس التكييفات بالكامل تمام، والصرفات بتاعتها والدنيا زي الفل. كابل الكنترول طبعا سويدي والنحاس جنوب افريقي، واختبار كبس فريون والدنيا تمام جدا الحمد لله. دي الغرفه التانية ومكان التكييف فيها، وبنقطب طبعا على المواسير ونعمل حمايه ونمشيها في سليف فليكسيبل. كل الصروفات دي بتتجمع وتروح على الباب بتاعت الحمامات. الريسبشن فيه 2 تكييف تاسيس 3 حصان، ولو ركبت 2 وربع مفيش مشاكل. ده الرول بتاع الشبك الفايبر بنحطه على المرامات بتاعت المحار. وده فيو الشقه من بالليل في البلكونه. وده جيركن العزل سيكا 107 اللي بنشتغل بيه. اليوم خلص الحمد لله. تعالوا نرجع التجمع وناخد بريك عند القصيبي تحت الكوبري عند صينيه الصرف، اكيد عارفينها. بما ان مهندس رضوان تعب معانا النهارده، هنجيب له 2 عصير، واحد بطوط وواحد عصير قصب بالليمون عشان يروق دماغه. ده شكل المحل من بره. خلصنا ومروحين، سلام.